بأبسط مكونات وأسهل طريقة وأبسط تزيين هنعمل كيكة هشة وطرية وتحفة في أسرع وقت تعملوها. أي حد ممكن يعملها، طعمها بجد حلو قوي. هنسمي الله وهجيب معايا 4 بيضات بحرارة الغرفة، وطبعا طالما قلنا بيض يبقى لازم فانيليا، واحط عليهم كيسين من الفانيليا، واحط عليهم معلقه كبيره من الخل. انتوا خلاص اتعودتوا معايا في اي كيكه او تورته لازم خل، لان الخل يعتبر كمحسن، بيخلي الكيكه تطلع هشه وطريه ولونها كمان بيبقى فاتح. وحطيت عليهم كوبايه الا ربع من السكر، ضربتهم كويس قوي لحد اللون ما بقى كريمي فاتح كده، تحسوا ان هي بقت كريمه، لونها بقى لون الكريمه مش البيض. لازم البيض يوصل للون والشكل والقوام ده عشان الكيكه تطلع معايا هشه وطريه. وضفت عليه كوبايه الا ربع من اللبن الدافي وكوبايه الا ربع من الزيت، يبقى كده الثلاث مقادير معايا ما يتوهوش خالص. كوبايه الا ربع سكر، كوبايه الا ربع لبن دافي، كوبايه الا ربع لبن زيت. احفظوا مقاديرها، هي سهله جدا. وهحط عليها كمان كوبايه وربع من الدقيق، طبعا كان منخول قبل كده، ومعلقه كبيره مليانه بيكنج باودر. كوبايه وربع من الدقيق بس، ما تكتروش خالص. يا دوبك هشغل المضرب، يا دوبك بس كده تقلبتين، مش كتير خالص. وممكن تعملوا الحركه دي كمان بمضرب سلك او على ايديكم كده، مش عايزه ما تبالغوش خالص في الخلط في المرحله دي. قلبت كده الخليط بمعلقه سيليكون كده من تحت لفوق، وجبت صاج مقاس 30 في 40 عليه ورقه زبده مقاسه، ونزلت الخليط فيه. دخلته الفرن على 200، قعد معايا بالظبط حوالي 12 دقيقه، ما بتاخدش وقت خالص في الفرن. قلبت الكيكه كده على ورقه زبده او حاجه. شايفين ما شاء الله الكيكه متماسكه، وشايفين لونها ما شاء الله فاتح ازاي. سهلة وسريعة وما بتاخدش وقت خالص. سبت الكيكة كده تبرد على جنب، وجبت معايا كوباية الا ربع من اللبن المتلج وكوباية كريم شانتيه باودر، وهضربهم مدة لا تقل عن 7 أو 10 دقايق لحد ما القوام يبقى متماسك كده. بصوا جبت الكيكة كده وهقسمها بالطول، أحاول بس إن النصين كده يكونوا قد بعض. وبفرد الكريمة، شايفين ما شاء الله قد إيه الكريمة ناعمة وملمسها كده كويس قوي وتحفة معايا، ولا سايحة ولا بتسيل ولا أي حاجة خالص. وده لسببين، لأن اللبن أو الحاجة اللي ضربت بيها الكريمة كانت ساقعة جدا متلجة، وضربتها مدة كويسة جدا، ضربتها مدة كافية. اعرفوا المعلومة دي في أي كيك أو تورته أو أي كريمة بتعملوها، عشان تطلع معاكم ناعمة وطرية كده بالشكل ده لازم تتضرب كويس، والحاجة اللي هتتضرب بيها تكون ساقعة متلجة. فردت الكريمة على نص واحد بس، والنص التاني حطيته فوق الكيكة. بجيب سكينة مشرشرة كده وبحاول أسوي الحروف من غير ما اخد كتير، يعني يا دوبك حاجة بسيطة بس تسوي الشكل. وكل مرة طبعا بنضف السكينة، كل مرة بنضف السكينة وبنشفها. خدت حاجة بسيطة كده من الأربع حروف مش كتير، وزينت الوش بالسكر البودر. أزين كده الكيكة كلها بالسكر البودر، شايفين بالشكل ده. بعد كده بجيب السكينة كده وبقسم الكيكة كده قسمة واحدة بالطول. بصوا أنا بنزل بالسكينة وبسحب لتحت، ما بطلعش لفوق خالص. في كل تقطيعة بقطعها باخد السكينة وبسحب لتحت، وفي كل مرة طبعا بنضف السكينة وبنشفها. وبعد كده هقطعها بالعرض. هي بتطلع معايا بالظبط 10 قطع، و10 قطع حجمهم حلو، يعني القطعة مش صغيرة خالص. يعني بصوا كوباية وربع دقيق، وقعدت في الفرن حوالي 12 دقيقة، وطلعت معايا بجد حاجة حلوة سهلة وسريعة وبسيطة وطعمها حلو قوي. مخدتش وقت ولا جهد ولا تكلفة، يعني إلى حد ما بجد تحفة حلوة قوي، لازم تجربوها. قدمتها كده بالشكل ده، وزينت كده الوش، وزينت كده الوش. وصفة حلوة قوي بجد، تستاهل. جربوها واكتبوا لي رأيكم. لايك وشير كتير لو عجبكم الفيديو، ومتنسوش تكتبوا لي رأيكم في التعليقات.